سلام الله عليكم غالياتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. حبيبتي انا في نعمه والحمد لله. البنات سمحوا لي طولت عليكم على البدعيه هذيك تاع الزيكزاك، رانا ديجا درنا التفصال، واليوم ان شاء الله باذن الله نديروا طريقه الخياطه. حبيبتي اللي ما شافتش الفيديو تاع الفصاله ترجع للفيديو السابق، تلقى طريقه الفصاله باش تلتحق بينا. غالياتي انا اليوم جبت لكم القماش، ها راه معايا هنايا، راني مفصلاته انا كامل كيما وريت لكم. وجبت هادو هما البنات الزيكزاك اللي راهي نتباع هنا البنات. هذا اللي ما فيش كامل النيلون، ما فيش كامل بوليستير هذاك حبيباتي، راه يدير 14000. يعني البوبينه فيها 10 متر كي معاك حبيباتي. انا دوك نشوف واش ندير، هادو كامل يخرجوا عليها ونشوف انا واش ندير في التالي. حبيباتي نجو الفصاله تاعي، انا راني مفصله غالياتي هادو البروتالات اللي وريتهم لكم، كاين زوج وكاين زوج تاع اصدر وظهر. قلت لكم اللي ما شافتش لا فيديو تاع الفصاله ترجع للفيديو السابق. هادو تاع اصدر وظهر، وهادي تاع البروتالات زوج تاني. والقطعه تاعي تاع القماش تاع الجلال البنات بطبيعه الحال غادي نفصل معكم حردة الابط باش نفهمكم. البنات حردة الابط هنايا الى نجو دائما من الجهه المفتوحه، الجهه المغلوقه راهي منا والجهه المفتوحه راهي هنايا امامي. نجو من الجهه المفتوحه البنات ونديروا يعني 3 اصابع من و3 اصابع من، 3 اصابع في حدود المعقول تخرج لك 6 سنتي. نديروا 6 سنتي بهذه الطريقه، و6 سنتيم منا يعني من الفوق 6 سنتيم ومن نهودو ب6 سنتيم. هنا النقطه هنايا باش نفهمكم، الا حبيتي ديري لها لي مونش تروحي ديري التقويصه تاعك بهذا الشكل، يعني تقوصي. ندير لكم البانجل باش تبان، يعني الا حبيتي ديري لها لي مونش تروحي هذيك النقط هذوك ديري لهم خيط هكا، خط يعني مقوس بهذا الشكل يعني دائري. وإلا حبيتي ديريها بروتيل كما انا اليوم راني راح نديرها بروتيل، تروحي ديري الخط تاعك مستقيم على استقامه واحده باش الحرده تاعنا ما تجيش مفتوحه. فهمتوني البنات؟ باش الابط تاعنا ما يجيش مفتوح بزاف. هذه هي الطريقه اللي راني انا نعتمدها. بسم الله على بركه الله. انا اليوم قلت لكم رايحه نديرها يعني بغيتال بهذا الشكل، تجيني بهذا الشكل يعني ما تجيش مقوسه. بالكمايم ديريها مقوسه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذه النقطه. نوخروا هذه ونجو لهادو باش نربحوا الوقت حبيباتي. هادو نروحوا نديروا لهم كفه فقط واحده، كفه غير من الفوق، كفه تاع 1 سنتيم غير من الفوق. الا عندك سيرجي ديري سيرجي وزيدي ديري ديك الكفه تاعك تاع 1 سنتيم، ما عندكش ديري كفه عاديه كيما انا راني راح نديرها بهذا الشكل، كفه تاع 1 سنتيم. نفس الطريقه بالنسبه للجهه الثانيه يعني خلف وامام. وهنايا البنات نروحوا نديروا الكفه منا ومنا، يعني من هذه الجهه 1 سنتيم ومن هذه الجهه 1 سنتيم. بون البنات هما خيطتهم غالياتي. شوفوا درت الكفه، درت يعني هادو درت لهم كفه منا ومنا تاع البروتيل، كفه تاع 1 سنتيم كما راكم تشوفوا. اللي عندها سرجي دير سرجي ودير كفه على واحده. وهادو تاع الصدر والظهر البنات باش نسرعوا لا فيديو حبيباتي. شوفوا ديري الكفه ديريها غير من الفوق، الجهه اللي ديري منها الكفه هي اللي تروحي ديري لها الزيكزاك. والزيكزاك اختياري، تبغي ديري زوج، تبغي ديري 3، تبغي ديري 4 كيما تحبي. يعني انا درت غير هكا 3، وبين كل اثنين يعني ديري 2 دوا ولا ديري 2 سنتيم ولا كيما تحبي بهذا الشكل. هذه الجهه الخلفيه وهذه الجهه الاماميه، يعني هما كيف كيف. دروك البنات واش نديروا هكا البنات؟ نجو يعني نكونوا الصدر تاعنا. كيفاش ديري؟ تجيبي الطرف هذا تاع البريتال مع الطرف هذا كيما هكا بهذا الشكل هذا، يعني نكونوا الصدر تاعنا غالياتي، نكونوا داك الاطار تاع الصدر. نجو نخيطوا هنا البنات بهذا الشكل، نديروا هذه للداخل، يعني هذه تاع الكفه تبعوني مليح، هذه تاع الكفه ديريها هنا للداخل وتروحي ديري بهذا الشكل. هذه خياطه يعني على الحاشيه،
تحطيه على الحاشيه بهذا الشكل هذا. راه كلشي ساهل وكلشي راه واضح هكذا. ونجو نفس الطريقه نديرو الجهه الثانيه تاني هنايا هكا. هنا كي تخيطي هكذا راني على الحاشيه البنات، كونوا الاطار تاع الصدر هكذا. غالياتي هذه الجهه نروحو نزيدو نديرو الجهه الثانيه بهذا الشكل كما راه يبان عندكم. هذه تاني تشوف لاختها الفوق هيا هنايا امام، ونروحو نفس الطريقه تاني نجيبو هذا هنا بهذا الشكل. راه ساهل غالياتي وبزاف طلبتوه وبزاف فصلوا راهم يستناو فيا، ربي يحفظهم ويسمحوا لي. على كل حال هادو هما البنات، ونزيدو التاليه هنايا كلشي ساهل. شوفوا بهذا الشكل، ونقفلو تاني هنا نصوروا هذا الاطار تاع الصدر. نتمنى برك يكون يبان لكم. شفتوا هذا هو الصدر تاعنا اللي نتحصلوا عليه بهذا الشكل، يعني كيما الامام كيما الخلف. شفتوا البنات راه باين. هذا هو الصدر تاعنا، يعني تروحي تخيطي هذه وتخيطي هذه، يعني تقفليهم. وما تنسيش حبيبتي البوان داغي، يعني تخيطي هنا كيما هنا تخيطي وتعاودي بوان داغي باش الصدر تاعك ما يتفتحش معاك بهذا الشكل كيما كيما نخيطها. كي تخيطوها البنات وتكملوا تجيبوا الصدر تاعكم هكذا البنات، تجيبوا الصدر ونبداو نلصقوا في الصدر. كيفاش تلصقي الصدر تاعك؟ تجيبي هنا الامام يشوف فيك بهذا الشكل، وتجيبي هنايا الصدر تاعك ها هو. شوفوا ها هو منا نديرو تاني الوجه يشوف في الوجه، نديرو الوجه يشوف في الوجه البنات كيماكم تشوفوا. هذا الصدر ها هو يشوف فيا هنايا الصدر تاعو الامام راه يشوف فيا. نجو هنا تاني الجلال تاعنا نديروه يشوف في الجلال. نقبضوا حردة الابط هنا مع كاع الطرف تاع القماش بهذا الشكل هنا هكا مع حردة الابط، ونقبضوا تاني هذه حردة الابط مع الطرف كامل تاع القماش، ونروح نخلو واحد 4 سنتيم من 4 سنتيم، ونبداو نديرو في لي بلي تاعنا. هذا القماش كامل اللي راه باقي نديروه دي بلي بهذا الشكل هذا باش يجيونا دي بلي شابين يعني في الصدر تاعنا. فوالا كيما هكا. ونزيدو تاني الصدر يعني والخلف، يعني ماشي غير الصدر حتى الخلف، ونديروه بنفس الطريقه بهذا الشكل. هذا هما لي بلي تاوعي راني ندير فيهم في الوسط غالياتي، يجوكم واحد 5 4 هكذا على حسب القماش هكذا. شوفي يجونا لي بلي شابين. فوالا هكذا يخرج لي بهذا الشكل، يخرج لي الصدر تاعي بهذا الشكل. شفتوه البنات؟ شفتوه خرج ما شاء الله. وقبل البنات عفوا قبل ما تقبضي الصدر تاعك تكوني درتي كفه لحردة الابط تاعك، ديري لها كفه غير هكا صغيره، ديروا لها كفه باش عادك نبلاصو. فهمتوني البنات؟ راهي سهله مال، يعني كيما درنا للصدر نروحو نديرو للخلف نفس الطريقه. يعني تجيبي الطرف تاع القماش مع حردة الابط تخلي هذيك 4 سنتيم، عاد باش تدخلي هنايا في الوسط تبداي ديري في لي بلي تاعك باش يخرجوا لك شابين. دوك انا نديرهم ونعاود نرجع. وقبل قلت لكم ما تلزقوا الجلال في الصدر، ديري الكفه تاع حردة الابط غير كفه صغيره بهذا الشكل. دوك نخيطهم ونولوا مع بعض. شوفوا البنات ها هي، هذا هو الصدر تاعنا غالياتي. شوفوا كيخرج كيمرر كيما قدام. ها هو البنات
كما قلت لكم في الصاله اللي ما تحبش الدار يكون عريان، يعني ما ديرش هذيك الحسبه هذه. راني فهمتكم في الفصاله غالياتي. هما لي بلي تاعنا يجوا هنايا في المنتصف حبيباتي. شوفوا دروك باقيت لنا الخطوه الاخيره، هي اننا نديروا الزيكزاك يعني هنايا في الاكتاف. كيفاش نديروهم البنات؟ انا راح نديرهم يعني من حرة الابد حتى الكامل صاير داير. كيفاش ديريهم؟ تروحي تجيبي منه، تبداي منه، يعني تبداي من الحاشيه، ما تروحيش تبداي منه من القدام، الا تبداي منه، تجيبي الحرده تاعك منه وتروحي بهذا الشكل. يعني هنايا راكي دايره، ومن بعد تجيبيها بهذا الشكل هكذا حتى الحرده تاع الابد يعني الثانيه بهذا الشكل. نروحو حتى منا حتى نوصلوا هنايا كيما هكا البنات، هكذا ان شاء الله برك يكون يبان هكذا، حتى يعني من حردة الابط حتى لحردة الابط. ومن بعد تخلي تاني دو دوا وتروحي تاني ديري السطر الثاني بهذا الشكل، يجي بهذا الشكل تاني هكذا. ومن بعد ديري السطر الثالث مع هذا، يعني السطر الثالث ديريه فوق هذا، تجيبيه هنا مع الحاشيه هكذا البنات. واحد ديري هنا مع الحاشيه، واحد في الوسط، وواحد هنا. تبغي ديري اكثر من 3 ديري اكثر من 3، انت حره. المهم تجيبيه من الباط وروحي، يعني من الباط باش القطعه تاعنا كي تجي مع الباط، يعني هكذا يجي بهذا الشكل. هنايا تبقاي دايره كي تجي في الوسط تروحي تدروها بهذا الشكل حتى الجهه الثانيه. نفس الطريقه ديروها من تاني هكذا باش يجينا الشباب. ومع التالي نديروها يعني منا مع الزدر، نديروها مع الزدر باش نغطوا هذيك الخياطات تاعنا هذه كما تعودنا، يعني نديروا خياطتنا. نتمنى تكونوا فهمتوا. فوالا البنات، الروبه تاعنا ولا البدعيه ولا الجبه ولا القندوره راهي تقريبا كملناها. شوفوا البنات، ها الزدر ها الدهر، شوفوا كي خرجت تهبل البنات. شوفوا دوك شا باقي لنا الخطوه الاخيره غالياتي، ان نقفلوا الجلال تاعنا. يعني تجيبي من حردة الابد وتقفلي الجلال تاعك عادي. تحبي ديري ديك الطريقه اللي وريتها لك، يعني اللي ما عندهاش سيرجي، يعني بهذا الشكل هذا تقفلي هكا القندوره تاعك، تثني وتعاودي ديري كفه كي شغل من الجهه الخلفيه البنات، ماشي منا. انا برك راني نوري لك. تقفلي يعني تروحي منا من الجلال، منا تدي وتكملي، يعني تقفلي ديري الكفه تاعك تاني تاع 1 سنتيم. حبيبتي القندوره تاعنا كملت. شوفوا كي خرجت شابه ما شاء الله. شوفوا البنات متحوفه، يعني كيما الزدر كيما الظهر. شوفوا غالياتي يعني خرجت شابه. وكيما قلت لكم القانو هذا او الزيكزاك ديروه يعني من الباط وتروحي، يعني من الباط وتروحي تبقاي منا من الحاشيه تروحي تكملي حتى للجهه الثانيه بهذا الشكل. ومن بعد تعاودي ترجعي للجهه هذه تاني، يعني ديري 2 دوا ولا ديري 2 سنتيم ولا بين كل خط وخط هكذا البنات. والتاليه تكملي يعني تقفلي مع الزدر وتروحي تاني حتى للطرف منه. نتمنى حبيباتي الطريقه هذه والشرح يكون مفهوم وعجبتكم الطريقه، ونستنى يعني تطبيقاتكم. طبقوا وبحثوا لي حبيباتي. ما تنسونيش بالجيم والكونتير. ربي يحفظكم غالياتي. كما راكم تشوفوا تاني الكفه ها هي، والخياطه تاع الجنب كما وريت لكم هذه هي، يعني ديريها كفه تخيطيها كشغل كفه، ولا ديروا الخياطه الانجليزيه اللي وريتها لكم. سلام حبيباتي في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم